السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب انصرنا، يا رب ربحنا. مباراة صعبة، الأهلي والترجي في موقعة رادس، إن شاء الله يكون من نصيبنا التأهل للمرة الرابعة على التوالي وإن احنا نحصد البطولة ال11. بس قبل ما نتكلم على الأهلي والترجي لازم نشوف المسلسل الهروب الجميل اللي الزمالك عمله لنا السنة دي. عمل لنا 3 حلقات حلوين جدا، تحفة. الزمالك دايما بيقدم كل ما هو جديد في الفضايح اللي عندنا موجودة في الكرة المصرية. أول حاجة هرب من الأهلي في السوبر المصري، وكانت هتبقى فضيحة بالمستوى الفني اللي احنا شفناه في مباراة بروكسي. جمهور الزمالك اترحم من فضيحه تاريخيه كانت هتبقى في الامارات، وقد تكون ليله لا يمكن جمهور الزمالك ينساها، زي ليله بشير بيبو وبشير. فالزمالك بصراحه اترحم، جمهوره ربنا بيحبه ان هو خلع من المباراه دي. كذلك السوبر الافريقي لكره اليد، الزمالك كان عايز ينسحب، اللعيبه قالت لك احنا هنكسب الاهلي، اتحط عليهم في المباراه، طلع التعهد وبانت فضيحتهم على قناه الزمالك. لكن الحته الهروب الجديده اللي قدمها الزمالك بقى مش في الملعب، قدمها بره الملعب. ازاي انت تهرب من الحالات التحكيميه والفضايح اللي كانت موجوده في مباراه بروكسي، تهرب منها على القناه وان انت ما تحللهاش؟ والحاج ياسر لسه بيقول اول كلمتين: شكرا يا عم ياسر، الجهاز بايظ، يلا حبيبي شد عدتك وشيل حالاتك وكفايه علينا فضايح كده. وليد عبد الرازق قدم باقه احتواء جديده للزمالك، ووليد عبد الرازق هو نفس الحكم اللي كان قبل مباراه الاهلي بيلعب تقريبا مع المصري، وكان بيعترض في حمدي فتحي، والكل قال لحمدي فتحي هياخد انذار. جه محمود متولي الله اعلم كان جاي يشيله ولا جاي يمسك في الحكم، الراجل على طول عارف ان هو عنده انذار، قام نشر انذار وغاب عن مباراه الاهلي. والحمد لله ان حمدي فتحي لعب، هو اللي جاب الجول ده من صدر ربنا عليه. لكن وليد عبد الرازق في كورتين ضربتين جزاء يتعمل فيهم محضر في الاسم، ويتعمل فيهم تعهد بحسام عبد المجيد ان هو ما عادش يضرب لعيبه بوكس في الملعب. لكن الحكم بصراحه ما كانش شايف، الحكم حب يعطي احتواء جديد للزمالك ويساعد الزمالك، وما فيش فار ولا في جمهور ولا في اي حاجه، وفريق من الدرجه الثانيه لسه ماتش 2019 تحس ان هو مركز شباب، بس لازم نساعد الزمالك. هتبقى فضيحه، كانت ريحه بني عبيد جايه جديده، لكن الزمالك اترحم من بني عبيد جديد يعني. فبصراحه الزمالك قدم لنا السنه دي سيمفونيه جديده في الهروب، ومبروك للزمالك ان هو اترحم من زيطه كبيره كانت هتحصل قدام الاهلي، وده حظهم ونصيبهم. بس هتفضل لحد امتى تهرب يا الزمالك؟ ما انت جاي الدور جاي عليك، هتلعب في الدوري، لسه جاي مباراه الدوري ان شاء الله، هتقع تحت ايد الاهلي، هتتنفخ احلى نفخ، هتتنفض احلى نفض. لكن نروح مباراه الاهلي ورادس، مباراه صعبه جدا. الترجي مباراته الاخيره بيتغلب قدام الافريقي، بيتغلب قدام الصفاقس 1-0. انت عندك غيابات مؤثره في الترجي، عندك رياض بن عياد الحمد لله، عندك حمد الهوني، عندك معز بن شريفيه الحارس الاساسي، عندك غيابات في مراكز مختلفه جدا للترجي، افضلهم الثلاثه دول. لكن الاهلي من حظه، احنا يعني من حظهم برضه، احنا كنا دايما بنروح نلعب الفرقه دي تلاقي مثلا ابو تريكه مش موجود، عماد متعب مش موجود، السوليه غايب، يعني كان دايما بيغيب عندنا عناصر مهمه جدا وللاصابات. اول مره هنروح المباراه ديت يعني يعني عندنا عناصر غايبه، بس عندك عناصر كتير موجوده. لكن كان بيحسم المباراه دي دايما الرجوله في الملعب، اللعيبه في الملعب كانت بتحسم. الاهلي كان بيحسم في المباراه دي الصعبه، ولنا حكايات هناك الحمد لله بفضل الله. لكن مباراه عندك الترجي بيغيب فيها عناصر مهمه، عندك كمان الجمهور هيغيب فيها، فبالتالي الاهلي يقدر يحسم الموقعه ديت من هناك. احنا ما عندناش مشكله، لعبنا قدام الرجاء وجمهورهم كان اصعب من مباراه الترجي، لكن بنتكلم على مستوى الفنيه، الامور الفنيه والحاجات دي. كوره كان مذاكر كويس، قدر ان احنا نتاهل في مباراه الرجاء، وكنا غتتين كوره عليهم، ما هو وصلوش للجول الحمد لله بفضل الله كتير يعني، كان بعض الكور اللطشه كده يعني. لكن قدرنا ان احنا نفوز في القاهره، وقدرنا نتعادل عندهم في ارضهم، ونخرج بشباك نظيفه للمره الرابعه على التوالي. فبالتالي انت بتتكلم في مباراه بكره مهمه جدا، انت تطلع شباكك نظيفه، ترجع القاهره مرتاح. انت هتلعب بقى مباراه الذهاب المره دي في رادس، وبعدين الاياب في القاهره. فمباراه الحسم بتبتدي من هناك من رادس، ان احنا نكون مذاكرين كويس، نستغل الغيابات والعناصر المؤثره عندهم في ان احنا نفرض شخصيتنا في المباراه، نكسب، وعندنا استقرار الحمد لله بفضل الله. حلو فني، امور فنيه كويسه جدا، لعيبه بتخش في الجيم كتير جدا، كمان عندك تنوع خططي، وعندك لعيبه كتير جدا تقدر تستغلها في الدكه، كمان عندك استقرار فني، في نتائج المباراه الفتره الاخيره، استقرار نتائج، عندك فرحه، عندك نشوه، كسبان بيراميدز واخد منه كاسين متتاليين وقبلها السوبر، يعني عم كولر واخد 3 بطولات في فتره بسيطه جدا. فبالتالي عندك عوامل محفزه ان انت تروح للبطوله ديت في النهائي بتاعها وتكسب البطوله للمره ال11. فان شاء الله بكره نشوف ايا يكن بقى، كولر هيلعب ب 4-3-3، 4-2-3-1، ايا يكن. نتمنى بس اللعيبه تستغل انصاف الفرص، الكوره اللي تجيلك قدام الجون كسر جون، انشح جون، ارجع ورا، شد لحافك، مد رجليك، دافع كويس، فنقدر ان احنا ان شاء الله ننتج جون هناك ونعبي بقى بعد كده ان شاء الله للترجي. لكن زي ما بنقول، مذاكرتك كويس للمباراه يا عم كولر، توفيقك في اختيار اللعيبه هيكون عامل مهم جدا. سواء بقى لعبنا 3 في نص الملعب، اليو ديانج، حمدي فتحي، بتتكلم عن مروان عطيه، هتعمل دوشم، هتعمل حصوم وتلعب على المرتدات، وبرضه الترجي هيبقى مرعوب من الاهلي، لان الاهلي لما تاهل
من المجموعات ما رحمش الرجاء، فان شاء الله ما نرحمش بكره برضه الترجي، بل بالعكس نعجن الترجي، ننفض الترجي برضه. يبقى تستغل كل العوامل ديت في ان انت تفرض شخصيتك والناس تخاف منك، وفي نفس الوقت تروح تلعب مباراه ان هي سواء قدام الوداد او صن داونز عاملين لك الف حساب. فان شاء الله من نصيبنا الفوز بكره ان شاء الله، ان شاء الله ننتصر بكره، ان شاء الله نربح المباراه بكره، ان شاء الله يكون التوفيق مع اللعيبه، ان شاء الله عم كولر يكون موفق في اختيار التشكيل واختيار العناصر اللي هتلعب في المباراه باذن الله. وان شاء الله جمهور الاهلي يفرح والبطوله ال11 تكون قريبه من الاهلي باذن الله. شكرا جزيلا.